من مواليد 1966 بتهزأ، تحديدا ببني فتح. عمره 56 سنة. عبد اللطيف الحموشي درس في كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ففي سنة 1993 التحق بصفوف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وفي سنة 1994 تعامل الحموشي مع ملفات الخلايا المسلحة خاصة بعد الاعتداءات الإرهابية. وفي سنة 1999 ظهر الحموشي في الواجهة بعدما تمت إزالة السيد البصري وتعيين الجنرال حميد الفنيقري على رأس جهاز الدي اس تي. وفي سنة 2017 سيكون الحموشي هو أصغر مدير عام لجهاز المخابرات الداخلية المغربية، وقد تولى هذا المنصب وهو في عمر لا يناهز 39 سنة. وبتاريخ يوم 15 من شهر 4 سنة 2015 سيصبح الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني وجهاز الشرطة المغربية. وسيقام المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، ويرتكز عمله على محاربة الخلايا الإرهابية والعمليات الإجرامية الكبرى. ومن نفس السنة قد تمكنت عناصر الشرطة من ضبط 275 متطرفا و21 خلية إرهابية. وسنة 2016 تمكنوا من ضبط 276 شخصا في